كابوس الهكسوس واعظم فراعنه مصر، اسمه كان بيهز الارض كده ويعمل رعب للاعداء. اول واحد عمل حاجه اسمها جهاز مخابرات في التاريخ، دخل 17 معركه ما خسرش منهم ولا واحده، فقالوا عليه ايه ده سحر ده ولا ايه؟ بطل حلقتنا النهارده هو تحتمس الثالث. هو ابن تحتمس الثاني وإيزيس، واللي كتير مننا ممكن ما كانش يعرفوا ان هو كان بيحكم مصر من وهو قد كده اهو، بعد ما ابوه تحتمس الثاني مات. بس حتشبسوت اللي هي كانت الزوجه الاولى لتحتمس الثاني بقت وصيه عليه لان هو كان لسه سنه صغير يعني، وبعد كده انفردت بالحكم لنفسها، وده اللي خلى تحتمس يبقى كارهها جدا كده ومش طايقها، وكان مستنيها تموت بفارغ الصبر علشان يحكم مكانها. بعد ما حتشبسوت ماتت في ظروف غامضه، وصل تحتمس اخيرا لعرش مصر بقى هو الملك. بعد ما وصل الحكم غير السياسه الغلط اللي كانت حتشبسوت ماشيه بيها، واللي خلت صورتنا قدام الاعداء تتهز. حتشبسوت كانت سلميه جدا كده وبتتعامل بطيبه وحنيه كده وحنان الام مع كل الشعوب يعني، وده في الوقت ده كانت حاجه غلط جدا يعني، بتبين ان انت حد مش قوي كده وعلى الله حكايتك وسهل ان احنا نعمل معاك الغلط وندخل عليك بقى وكده. وخصوصا الشعوب اللي كانت في الفتره دي عايشه في فلسطين والشام واللي يعتبروا بقايا هكسوس، وحاسين بالطار ناحيه مصر من ساعه ما اتطردوا منها على ايد احمس. يعني تخيلوا كده ان هم تحولوا من ناس كانوا عايشين في مصر ملوك وكان عندهم عاصمه بتاعتهم اسمها اواريس لمجرد توابع لمصر يعني، وامرائها عايشين براها كمان وبيدفعوا لنا الضرايب. بعد وفاه حتشبسوت اعداء مصر في اسيا اعتقدوا ان اللي هيجي يحكم مصر بعده هيتبع نفس السياسه حتشبسوت يعني، اللي هي بالتعامل بالطيبه كده وهيقدروا يتحكموا فيه ويبقى تابع ليهم. عشان كده اعلنوا العصيان عليه وامتنعوا عن دفع الضرايب. كل ده علشان يجسوا نبضه ويشوفوا رد فعله هيبقى عامل ازاي، هل هيكون مسالم كده وحنين زي حتشبسوت ولا هيكون ليه رد فعل اقوى. امراء سوريا وفلسطين كونوا تحالف بيضم اكتر من 250 امير، والتحالف ده كان بقياده ملك قادش، وقادش دي بلد مكانها على نهر العاصي جوه سوريا. عشان كده تحتمس اول ما وصل لعرش مصر كان هدفه الاول ان هو ينهي على ملك قادش، لان هو كان اللي ممشيهم يعني زي ما بنقول. وبعد كده بقى باقي الممالك امرها هيكون سهل، ما هيبقى الكبير بتاعهم راح، فبالتالي هيقدر يسيطر عليهم واحده واحده. جهز تحتمس الجيش على اعلى مستوى ودخل عليه تحسينات كتير، والجيش كمان في الوقت ده استخدم اسلحه كان اول مره يستخدموها في عهده، وطور نوعين من الدروع، نوع مصنوع من البرونز وده للقاده، ونوع تاني مصنوع من الجلد وده للجنود. اتحركوا في 19 ابريل سنه 1479 قبل الميلاد 20,000 عسكري مصري طالع بقياده تحتمس الثالث، وفي انتظارهم حوالي اكتر من 40,000 جندي. وصلوا المكان اسمه يما، والمكان ده موجود في شمال فلسطين النهارده. المعسكر بتاعهم اتعمل هناك. الجيش المصري كان بيتحرك بسرعه رهيبه جدا، وصلت ل 20 كيلو في اليوم، وده طبعا رقم كبير جدا بالنسبه لجيش معظمه من المشاة، وكمان بيتحركوا في مناطق صحراويه وعره. تحتمس ساعتها عمل اول جهاز مخابرات في التاريخ، لا تقول لي KGB ولا CIA ولا MI6، صقورنا هم الاصل والباقي تلاميذ في الفصل. وقدر جهاز المخابرات المصري ان هو يكون اول شبكه جواسيس جوه الممالك اللي اعلنت عصيانها، وبفضل الجواسيس دول قدر يعرف تحتمس ان الهكسوس مستنيينه في مجده علشان يوقفوا تقدمه ويقضوا عليه. تحتمس في المعسكر بتاعه اللي في يما بدا يتشاور مع قاده الجيش عن الطريقه اللي هيقدر يخش بيها مجده ويسحق جيش الاعداء. مبدئيا كده علشان توصل لمجده لازم تعدي على 3 طرق، طريقين لافين حوالين جبل، ودول طرق كانت طويله نسبيا يعني بس سهله، والبديهي يعني ان الجيش المصري يعدي منها علشان يوصل لمجده. اما الطريق اللي في نص الجبل فده كان قصير جدا يعني بس وعر، ومش منطقي خالص ان الجيش بتاعه والقائد يكون ذكي ويعدي منه، لان بسهوله يعني كده هتطلع جيوش العدو فوق الجبل وتسيطر عليهم. قاده الجيش المصري كانوا فاهمين كده طبعا يعني، فاقترحوا على تحتمس ان هو يمشي من الطرق السهله، لكن تحتمس لان هو كان قائد ذكي جدا يعني وسابق زمانه بكتير، فكان عنده راي مختلف خالص وغير متوقع. قال لهم بصوا احنا هنعدي من الطريق اللي في النص، لانهم يعني كده بالعقل اكيد هم مش هيتوقعوا ان احنا هنعدي من الطريق اللي في النص ده، متوقعين طبعا ان احنا عشان انتوا على فكركم على قدكم يعني ومش عارفه مين اللي عمل لكم قائد جيوش، متوقعين طبعا ان احنا هنمشي من الطرق السهله والطويله. لا بقى احنا هنعمل بقى العكس، هنفاجئهم وهنمشي من الطريق اللي هم مش متوقعينه. قالوا له طب يا سياده الرئيس ما هم كده هيشوفونا وهيجهزوا علينا من ناحيتين يعني، ما احنا مش هنطير، ما هيبقى في مسافه بنمشي فيها في الوقت ده، ممكن حد منهم يشوفنا ويعملوا علينا رباطيه كده ويحلقوا علينا. تحتمس قال لهم طيب يا جماعه ماشي انا فاهم اللي انتوا بتتكلموا فيه ده، بس انا بقى هحط كتيبتين من الجيش من الناحيه دي ومن الناحيه دي امنونا. فطبعا قاده انبهروا كده جدا وقالوا ايه ده، اللهم صل على حضره النبي، انت ازاي عرفت المعلومات دي؟ طب ما سهله اهي، طب ما احنا ليه بقى كل مره بنقدر نفسنا ونقعد نمشي من الطرق الطويله؟ طب ما فعلا نمشي من الطريق اللي في النص اللي هو الوعر ده، ويبقى في كتيبتين يامنونا من الناحيتين التانيين. الدماغ دي
دي دماغ مجرم بصحيح. تاني يوم تحتمس لم الجنود بتوعه، وقف في مقدمه صفوف الجيش وقال لهم احنا دلوقتي داخلين على معركه صعبه قوي، يا قاتلين يا مقتولين، ويبقى ايدينا في ايدين بعض وماسكين البلد كلها قطعه واحده كده. انا مش هقول لكم غير كلمه واحده بس، علموهم الادب. تحتمس دخل زي ما اتفق معاهم ان هم يدخلوا من الممر الصعب، كل باقي الجيش راح وراه، وكان واقف طبعا في مقدمه الصفوف الاولى يعني عشان يبين لهم اللي هو انا لو في حد فينا هيموت فانا اول واحد منكم هيموت. في الوقت ده طبعا زي ما احنا متوقعين الجيش الاعداء كان مستني تحتمس والجنود بتوعنا في الطرق السهله اللي هم متوقعين ان احنا هنروح منها، وقاعدين كده مستغربين ايه ده يا اخوانا، اللي مال جيش تحتمس والجماعه اللي معاه دول ما جوش لحد دلوقتي، اتعوقوا ليه كده؟ وكان في قاده كتير منهم قاعدين كده فرحانين مبسوطين بيقولوا هو ما جاش علشان هو خاف مننا، اساسا مش هيجي ولا حاجه، هو ما اتاخرش، هو اساسا ما نزلش من بيتهم، هو خايف مننا. يلا يا جماعه نروح بيوتنا يعني بدل ما الشمس اللي حرقتني دي انا جات لي ضربه شمس. ومين سمعكم نبي قائد الهكسوس انت؟ والله العظيم انا كمان من بدري قاعده هنا. ولسه يا اخويا بيلم حاجتهم وبيروحوا لقوا الجيش المصري داخل عليهم من الطريق الصعب وبيقول لهم سربرايز ماذر كمان المفاجاه الثانيه اللي خلت دماغهم جابت ايرور كده ان هم لقوا الجيش المصري منقسم ل3 اجزاء، ودي اول مره في تاريخ الجيوش يعني ان هو يبقى مقسوم لميمنه وميسره، وفي وسطهم قلب الجيش بيتحرك وتحتمس الثالث جاي في اول الصف وهو راكب العجله الحربيه. الهكسوس لما شافوا المنظر ده اترعبوا وجريوا وسابوا وراهم معدات الحرب بتاعتهم وعجلاتهم الحربيه المصنوعه من الذهب، وراحوا جري ناحيه مدينه مجد، لكن حراس المدينه قفلوا الابواب في وشهم، كانوا خايفين طبعا لا الجيش المصري يخش، ما هو جاي بيجري وراهم مسحلهم قدام، ورموا لهم من فوق الهدوم بتاعتهم علشان يعملوا منها حبال ويقدروا يدخلوا. تحتمس الثالث كان عايز يستغل الفوضى اللي حاصله دي في الوقت ده يعني، وكان عايز يهجم على المدينه ويسيطر عليها كلها في الوقت ده، لكن للاسف العساكر المصريين طمعوا في الغنايم، وده ادى فرصه لجيش الهكسوس ان هو يرجع تاني للمدينه ويقعد يرتب اوراقه من اول وجديد بعد الهزيمه الساحقه اللي هم شافوها على ايد تحتمس. طبعا تحتمس استدعى الورقه بتاعته واللي اجداده احمس وكامس اخترعوها، وهي انه يحاصرهم وان هو يقفل عليهم المداخل والمخارج لحد ما يخليهم يستسلموا، وهو ده فعلا اللي حصل. عمل تحتمس المتاريس حوالين المدينه وقال لجنوده ما حدش يعدي من المتاريس دي الا في حاله واحده، لو كان في واحد من الاعداء جاي دخل علينا وهو رافع الرايه البيضاء. وجرت الامور كما خطط لها، بعد 7 شهور بالتمام والكمال كل الامراء والملوك جم رافعين الرايه البيضاء. احنا اسفين يا صلاح. ده ما بردش نار تحتمس ان الملك قادش، ما هو اساسا كل الزيطه دي والزنبليطه علشان عايز يمسك ملك قادش، لان هو اللي مكون الحلف ده وهو اللي كان عامل راسه براس تحتمس، فهو مش لاقيه وسطهم يعني يا جماعه، طب ما حدش شاف ملك قادش؟ فعرف ان هو هرب اثناء المعركه. تحتمس قبل الاستسلام من الامراء اللي هم جم رافعين الرايات البيضاء يعني، ما هو هيجيبوا منين؟ ما احنا جيناتنا الطيبه دي موجوده يعني، جده احمس وجده كامس وغيرهم كتير كلنا بنعرفه يعني عند المقدره، بس بشرط ان الامراء دول يبعتوا ولادهم، ولاد الامراء بس مش ولاد عامه الشعب، ان هم ييجوا يتعلموا في مصر ويعيشوا فيها. ده طبعا علشان خاطر خطه في منتهى الذكاء، اللي هو بكره وبعده لما الامراء دول يموتوا، امراء الهكسوس يموتوا، عيالهم المتربيين في مصر يروحوا هناك ويحكموا المناطق دي، بس ولائهم هيكون لمصر. والحركه دي تحتمس كان اول واحد يعملها، وبعدين طبق الفكره بعده كل الملوك اللي جم بعده يعني لفترات طويله جدا. تحتمس الثالث سيطر على مجده بسرعه رهيبه جدا، ومجده دي كانت تعتبر لامراء كتير جدا في الشمال من اقوى الحصون، فشويه من الامراء دول يعني لما عرفوا انها ما خدتش في ايد تحتمس غلوه اعلنوا ولائهم الكامل ليه، وكمان بعتوا له اولادهم يتعلموا ويعيشوا في مصر. وطبعا كل البلاد دي دفعت الضرايب وبعتت له الهدايا يعني علشان يضمنوا رضا تحتمس عليهم، علشان هو لو غضب عليهم طبعا هيعمل منهم كلهم بطاطس محمره. وبكده نجحت خطه تحتمس الثالث. تحتمس بقى رجع مصر واحتفل بالانتصارات بتاعته، والمصريين حبوه جدا، وبعد ما شافوا هو جايب الغنايم في ظرف 7 شهور بس يعني حبوه اكتر. احنا بنحب الرز يعني، احنا كمان احنا عارفين. قبل ما تحتمس يرجع مصر قاده الجيش سالوه هو انت مش ناوي تواجه ملك قادش وتقضي عليه؟ قال لهم اتقالوا على الرز يستوي. عشان كده اول ما اتاكد من ولاء امراء الممالك اللي هو لسه مسيطر عليها، قرر ان هو يرجع مصر يستريح والجنود يستريحوا بقى ويستمتعوا شويه بالغنايم اللي خدوها، ويبلبطوا بقى في ميه اسكندريه بقى والبحيرات بتاعه الفيوم بقى كل العز ده، وكمان عشان يبدا يركز ويعمل خطه جديده يقدر يسيطر بيها ويقضي على ملك قادش. ولما القاده بتوعه سالوه طيب يا ترى ايه خطتك يا كبير؟ قال لهم الخطه هتعرفوها في الحلقه الجايه بتاعه زينب.